بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض وردة بالكروشيه، وده يا رب يعني تعجبكم ان شاء الله. ممكن تستعملي الوردة دي في مثلا في شوز، تحطيها على شوز، تحطيها على بونيه بيبي، وده كل ده هنعمله مع بعض ان شاء الله. بس احنا بنبتدي الوردة هوريكم عمايلها ازاي. كل الخامات اللي انا بحتاج لها، هحتاج ابرة كروشيه مقاس مش عارفة هي هتوضح في الكاميرا، هي ممسوحة للأسف. 3، دي مقاس 3 الإبرة دي. خلاص. وهحتاج طبعا مقص معايا، وهحتاج خيط اي نوع، لان انا بعمل وردة مش بعمل يعني حاجة هتتلبس. فاي نوع عندك او اي خيط، بواقي خيوط عندي بستعملها في حاجات زي كده بتفيدني يعني. انا طبعا هعمل ايه، انا هاجي هبتدي بسم الله معاكم. اول حاجة هنبتدي مع بعض، هنجيب الخيط بتاعنا هنبتدي مع بعض بسم الله. بصي معايا، اول حاجة عندي في الخيط بعمل ايه. الخيط اهو معايا، باجي بروح حاطه صباعي ده اللي جنب صباعي الكبير، بعمل ايدي كده وبروح لفاه على الصباع كده وامسكه بصباعيني دول، وبعدين اجي احط الخيط على الخيط كده، وبعدين ببتدي اخد ايه اول غرزة عندي. دي مش بتبقى غرزة، دي قفلة الايه الخيط على بعضه، وبعدين باخد غرزة كمان كده عشان اعمل الايه السلسلة، اول سلسلة، ودي بتعتبر رقم 1 عندي. بالنسبة للوردة اللي هنعملها النهاردة، الغرز بتاعتها 66 غرزة، فانا هاخد ادي واحدة انا عملتها، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. شفتي انا كل اللي انا بعمله ان انا بدخل في العدد، بدخل كده وباخد الايه الغرزه معايا. انا وصلت ل20، هبدا اعد من اول وجديد عشان ما لخبطش نفسي. هعد 20 كمان، ولما اجمعهم هيبقوا 40. فواحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. انا كده عملت 40. انا كده عملت 40 سلسلة. هعمل كمان 26. هنبتدي مع بعض. واحد كده انا وصلت لرقم 26، عملت سلسلة 26 سلسلة. 66 سوري اسفة 66 سلسلة. عملتها كبيرة 66 غرزة. يعني عملت سلسلة 66 غرزة، سلسلة 66 غرزة. هعمل ايه، هاجي همسك الخيط بطريقتي برضو كده، وهاجي طبعا احنا ما بنشتغلش دايما في الغرزة اللي تحت دي، خلاص، اللي هي اول غرزة دي مش بشتغل فيها، بسيبها خلاص. ابتدي بقى اعد 1 2 3 4. ادي 1 2 3 4 5، وبروح داخله في الايه في الستة كده. اوكي. باخد عمود بلفه وبروح عامله الايه بروح طالعه بيه، اعمل عمود بلفه. اوكي. وبعدين هاجي اسيب غرزتين، هسيب غرزتين. ادي 1 ادي 2، وهدخل في رقم 3 عمود بلفه تاني، وهطلع وهخش كده وهاخد ايه عمود بلفه. وبعدين هاخد ايه هشتغل غرزتين. ادي 1 2، وبعدين ادخل في نفس اللي انا خدت فيها العمود بلفه الاولانيه، ادخل واخد الايه الغرزه بتاعتي اهي،
اوكي، يبقى انا كده عملت لي حرف في زي ما انت شايفه كده. حرف الفي ده عملت لي حرف في اهو، سبعية كده وفيها ايه، مثلث مقلوب. وبعدين هسيب برضو غرزتين، ادا واحد اتنين، وهدخل في التالتة واخد عمود بلفة. ادي التالتة اهي، هاخد فيها عمود بلفة اهو. اهو ادي واحد، وبعدين هاخد ايه غرزتين، هعمل غرزتين وهخش فيها برضو في نفس اللي انا ده خرجت منها الاولانية، واخد برضو عمود بلفة اهو. طيب هاجي بعد كده هكمل عندي ادي واحد اتنين، واخش في التالتة كده واخد عمود بلفة اهي، وهمشي بقى على نفس الاسلوب ده، وبرضو هاخد غرزتين وهاخد برضو عمود بلفة تاني اهو. اوكي، همشي برضو واحد اتنين، وهروح داخلة برضو في رقم تلاتة، همشي برضو كده وهروح داخلة في رقم تلاتة. ادي واحد اتنين، وبرضو انا خدت عمود بلفة اهو، وهدخل هنا في دي اخش اخد ايه العمود بلفة بتاعي، وبعدين اعمل سلسلتين، وبعدين ادخل برضو في نفس المكان عمود بلفة. فبقى هيطلع معايا المنظر ده كده اهو، زي ما انت شايفة، عامل زي ما يكون مثلث عدل ومثلث مقلوب، مثلث عدل ومثلث مقلوب زي ما انت شايفة كده. ابتدي برضو اخد عمود بلفة، وبرضو اسيب واحد اتنين وادخل في رقم تلاتة برضو بنفس الشكل. وهي على فكرة مش بعدد، يعني انت لو انت على حسب الحجم اللي انت عايزاه، يعني مش شرط ان انت ترتبطي بالعدد قوي، بس هو ايه يعني في الاول بس تحطي قاعدة لنفسك ان انت هتسيبي سلسلتين او هتسيبي تلاتة على حسب ال الشكل اللي تحبيه. عايزاها واسعة هتوسعي، عايزاها ضيقة هتضيقي، فانا براحتي، انا ماشيه اهو بنفس المنوال ده. اجي انا خلصتها اهي، طلعت معايا بالشكل ده، طلعت معايا بالشكل ده. هعمل ايه، هقلب الشغل بتاعي كده، وهاجي هطلع بعمود 3 غرز، وابتدي بقى اعمل ايه، شايفه الفي الاولانيه دي هدخل فيها عمود بلفه، اوكي، وكمان عمود بلفه، وبعدين اخد غرزتين سلسلتين، وبعدين اجي هنا اروح عامله عمود بلفه جنبها في نفس الفي، انا ما خرجتش منها، في نفس الفي انا ما خرجتش منها. هاجي كده اروح عامله كده، ادخل فيها برضو هياها نفس اول فتحه عندي، اطلع بعمود بلفه، وبعدين عمود بلفه، اوكي، هتطلع عندي بالشكل ده. يبقى انا دخلت طلعت بعمود، اخدت هو يعني انا ممكن اعمل ايه، اجي كده اعتبر ان العمود الاولاني ده خلاص هو عمود، عشان ما يبقاش عندي 3 و2، هعتبر العمود الاولاني ده هو خلاص 2. هاجي اخد كمان عمود بلفة في جوه بقى الفي بتاعتي، وبعدين اخد غرزتين واحد اتنين، وبعدين اخد عمود بلفة وادخل في نفس الفتحة اخد عمود بلفة، وبعدين عمود كمان بلفة. اوكي، هاجي هنا في المثلث اللي هو راسه لفوق ده، اللي هو الفتحة اللي بعديها على طول، هاخد منزلقة، هقفل بمنزلقة، وبعدين هطلع من الفي اللي بعدها بعمود 3 غرز تعمل لي عمود زي ما احنا متفقين على ده. هاخد عمود كمان، هعمل غرزتين، هاخد عمودين كمان في نفس الفتحة اهو.
هتبقى عندي بالشكل ده. يبقى انا عملت عمود، عمود، غرزتين، عمودين، وبعدين منزلقة في المثلث المعدول ده، وبعدين عمودين، غرزتين، عمودين. انا ماشية بالترتيب معايا. اوكي. هاجي بعد كده هقفل هنا بمنزلقة، نفس الكلام في المثلث المعدول اهو. بعدين المثلث المقلوب بقى اللي هو قاعدته لفوق ده اللي هو بيعمل لي حرف في، هدخل اخد عمود برضو. اول عمود بيبقى عبارة عن 3 سلاسل خلاص، وبعدين عمود، وبعدين اخد غرزتين، وبعدين عمود بلفة، وعمود بلفة. تطلع عندي الفستونات بالشكل ده. هاجي نفس الكلام، هاخد ايه هنا منزلقة كده اقفل بيها، وبعدين الفتحة اللي بعديها اللي بعد ده الفتحة اللي بعديها اطلع بعمود اهو، وبعدين عمود، وبعدين غرزتين، وفي نفس الفتحة عمودين. اوكي. انا بقى خلاص وصلت قربت اخلص اهو. زي ما انت شايفه الشغل ماشي معايا. عامله شكل الفستونات اللي هي هتبقى ورقه الورده. وبعدين هاجي اعمل هاجي هكمل كده الشغل بتاعي لحد الاخر. برضو نفس الكلام انا ماشيه بيه زي ما وريتك اهو. معلش الخيط ممكن يلعبك منك، ما يجراش حاجه، انتي تبقي صبوره شويه، هو الكروشيه يحب الصبر يعني. زي ما احنا شايفين اهو. اوكي اهو. هعمل هنا منزلقه نفس الكلام، وبعدين هطلع بعمود، وبعدين عمود، غرزتين، عمود في نفس المكان، عمود، اجي هنا اعمل منزلقة هنا كده، منزلقة، اقفل بمنزلقة، وبعدين عمود، عمود، غرزتين، عمود، 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 هنا كده منزلقة اهي، واللي بعدها عمود، عمود بلفتين، غرزتين، عمود بلفتين، عمود بلفتين، وبعدين نفس الكلام هقفل بمنزلقة، وبعدين عمود، عمود،
دي اخر واحدة عندي، هعمل لها برضو اهو عمود. اخر واحدة بقى دي خلاص، انا كده خلصت الشغل بتاعي. هاخد برضو غرزتين وبعدين عمود بلفتين هدخله فيها، عمود بلفتين. اوكي. لو انتي عايزة تكبري هتبدأي سطر جديد، هتيجي كده تعملي كده وتلفي الشغل. لو عايزة تعمليها وردة كبيرة قوي، وتيجي من هنا تعملي مثلا هتعملي عمود، هتعملي مثلا كده 3 اهو. اوكي 3، وبعدين هتيجي تعملي كده وتعملي 3 كمان، 3 كمان. بس ده لو انت عايزاها وردة تطلع، لو انت عايزة الوردة تبقى كبيرة قوي. انما انا بعمل الوردة يعني ايه الحجم ده بتديني وردة مناسبة جدا، بيديني وردة مناسبة جدا. اقفل الشغل بتاعي خلاص لحد هنا، وقفل الشغل كده. هبدأ اجي اروح اقص الخيط بالمقص، وهاجي اطلع الفتلة بتاعتي دي بس. هاجي بقى الشغل بتاعي عدلته اهي، اللي في وشي دي العدلة بتاعت شغلي خلاص. هاجي اروح ماسكة الوردة، ابتدي اقفلها كده بالشكل ده واخيطها اهو. زي ما انت شايفة المنظر، بتطلع معايا وردة اهي. طبعا بجيب ابرة وفتلة وببدأ اخيطها وبتطلع معايا في الاخر بالشكل ده او الشكل ده زي ما انت عايزة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ندوس نشترك في القناة ونخش على الرابط اسفل الفيديو. هتلاقوا فيديوهات تعجبكم ليا كتير. شكرا والسلام عليكم.